وهم الانتاجية. ما انت مش تصور لي يومك في فلوج اللي هو تلاقيه اصلا متصور على 3 ايام وانت بتكدب علينا وتقول لنا ان هو يوم، هنعمل مصدقين يعني؟ وبعد كده مطالب مني ابقى بعمل نفس الحاجات دي والا ابقى كسوله. هو انا كسوله بس ما بنقولش الكلام ده. وفي الاخر يترمي علينا المصطلحات اللي كل شويه ترموها على جينزي. اعمل لكم ايه جينزي؟ فكره مش كلنا بنشرب ماتشا. يعني انت مثلا عايز تعرفني ان انت في يوم واحد بتروح الشغل وبتروح شغلك وبتقعد مع اصحابك وبتقعد مع اهل بيتك وبتتفسح وبتروح تعمل اعمال خيريه وبتصور وبتطبخ؟ نضحك على بعض باشا. انت بتيجي من الجيم مكسح، لو نزلت الشغل وجيت كلت لك لقمتين فانت زي الفل. ما هو مش هنفضل عمرنا حاسين ان احنا عايمين في ميه البطيخ وانتوا هنا بتعملوا انتاجيه. ده وهم الانتاجيه. اول حل اعمل حاجتين 3 في يومك، المهم تكون رتبت المهم والاساسي والضروري انت تعمله. قدرت يا ابن الحلال اعمل، ما قدرتش خلاص خلال الاسبوع بقى وزع شويه حاجات. حبيت مثلا تزور اصحابك، حبيت ان انت لقيت نفسك فاضي فكرت تتعلم برمجه، اعمل اللي انت عايزه بس خلي عندك حاجات اساسيه في يومك تعملها. وتقبل ان احنا صحتنا على قدنا وقدرتنا على قدنا وبنعمل شويه حاجات وعايشين. المهم ان انت تبقى حاسس ان يومك مهم ومنتج وعملت الاساسيات بالنسبه لك. ولو ما عرفتش تعمل ده خليك عايم معانا في ميه البطيخ.